اغلى عمله في 2026 هي مش الفلوس، ولكن هي حاجه اسمها الاتنشن ايكونومي. الاتنشن ده عمله ممكن الناس تبقى فاكره ان هي سهل تكتسب، ولكن هي اهم عمله عندنا في الماركتنج في 2026 وفي السنين اللي جايه. لان معظم البراندز لما بتيجي تعمل كونتنت، انا اكتر مشكله بشوفها بتبقى ظاهره عندهم هم ان هم مش بيعرفوا يجرابوا الاتنشن بتاع اليوزرز بتاعتهم. فكره الجراب اتنشن هي ممكن تبان في الاول ان هي فكره سهله، او انت تفتكر ان هي بسيطه، زي مثلا ان انا اعمل لك فيديو كفيجوال هوك كاتشي وبتاع عشان اشدك، بس ده مش ملوش اي علاقه بان انت تجراب اتنشن بتاع يوزر، او بتجراب اتنشن علشان انت عندك اوبجيكتيف معين في البيزنس عايز تحققه. طيب عشان انا اجراب الاتنشن بتاعك لازم اكون بديك فاليو، ولازم اكون بديك حاجه انت فعلا محتاجها. مش مثلا اعمل فيديو واجي اقول لك مثلا تعالى اقول لك احسن 10 هوكس تقدر تطلع بيهم في 2026 ويخلوا فيديوهاتك تكون فايرل. انا كده مش بديك فاليو، انا كده بضحك عليك. والاتنشن هنا هو مش بيكتسب، هو الاتنشن هنا بيبقى مجرد وهم لحظي لمده الفيديو مش اكتر. ومش هو ده اللي انا جاي اتكلم عنه، ولكن انا جاي النهارده اتكلم عن الاتنشن الحقيقي، وازاي ان انا اقدر اجراب الاتنشن بتاع اليوزرز بتوعي واقدر احقق منهم اكبر فاليو ممكن. فهو ده عنوان الفيديو النهارده، وده الفيديو الخامس في البلاي ليست اللي احنا بنتعلم فيها الديجيتال ماركتنج مايند سيت في 2026. فلو ما شفتش الفيديوز اللي قبل كده ممكن ترجع وتشوفها، واتمنى ان السلسله دي تكون مفيده ليك باكتر قدر ممكن. طيب انا ليه بقول ان الاتنشن اهم من الفلوس في 2026 بالنسبه للديجيتال ماركتنج؟ لان بكل بساطه الفلوس حاجه لو انت خسرتها سهل ان انت ترجع تجيبها، وسهل ان انت ترجع تكتسبها تاني. انما الاتنشن لو خسرت، وخسرت اتنشن اليوزرز والاودينس بتوعك، انت مش هتقدر ترجع لهم تاني، وهتبقى بتخسر خساره لاسيت عندك. الفكره ان الاتنشن ده عامل زي الاسيتس، عامل زي الحاجه اللي انت، او عامل زي البيبي او الطفل اللي انت بتقعد تربيه يوم بيوم وشهر بشهر وسنه بسنه لغايه لما بيكبر قدام عينيك، وبيبقى خلاص شخص مربوط اسمه باسمك وعنده لويالتي ليك. فهي نفس الكيس دي او نفس الاسقاط ده، ولكن بطريقه ابسط شويه. ان اليوزرز بتوعك او الكاستمرز بتوعك انت بتبتدي تقعد تبني معاهم يوم بيوم وشهر بشهر وسنه بسنه لغايه لما بتبني لويالتي بينك وبينهم وتراست بينك وبينهم. التراست ده حاجه اسيت عندك، انت صعب ان انت تخسره لو بنيته صح، وهو ده في الاخر اللي هيخلي لك البيزنس بتاعك عنده العمله اللي مش كل البيزنسز في 2026 تمتلكها، وهي عمله الاتنشن، او عمله ان انت خلاص انا بقيت اعرف اجراب الاتنشن بتاع اليوزر بتاعي. فالموضوع بالنسبه لي بقى بسيط جدا ان انا اقدم له البرودكت او السيرفيس بتاعتي بابسط طريقه ممكنه. فدي اهم حاجه لازم احنا نكون عارفينها، ولما بنيجي نفكر فيها مع اي اكونت احنا بنيجي نشتغل معاه، ان احنا نفهم اولا اليوزرز بتوعنا، ونفهم ازاي نقدر نجراب الاتنشن بتاعهم. طيب بما اننا في 2026، فانا دلوقتي لو جيت سالتك كنت مثلا في اي اندستري، مثلا لبس، سيرفيس بتقدمها، اكل، ايا كان، لو جيت سالتك عن الكومبيتيتورز بتوعك ولقيتك انت جاي بتقول لي كماركتير الكومبيتيتورز اللي في النيش بتاعك بس، او الكومبيتيتورز اللي في الاندستري بتاعتك بس، فانت كده ماركتير بعقليه 2014 و2015 لسه. طيب احنا اصلا في 2026 هم مين الكومبيتيتورز بتوعنا؟ للاسف دي ممكن تشوفها ميزه او عيب، ولكن انت الكومبيتيتورز بتوعك هم البلاتفورمز كلها. يعني انت دلوقتي الكومبيتيتورز بتوعك على تيك توك مثلا ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك وكله، هو مش الناس اللي بتقدم نفس السيرفيس او البرودكت بتاعتك، لا، هو كل الكونتنت كريتورز اللي بيطلعوا يعملوا كونتنت، كل الناس اللي بتنزل فيديوز عن الكوره بقى، عن الطبخ، عن اللعب، عن اللبس، عن ايا كان، كل دول كومبيتيتورز ليك، لان كلنا في الاخر بنخش نتنافس على الجرابنج الاتنشن بتاع اليوزر بتاعنا. فانا دلوقتي اليوزر بتاعي مثلا اللي مهتم مثلا بالديجيتال ماركتنج وبيشوف الفيديوز بتاعتي، هو بيفتح تيك توك مش عشان يشوف فيديوز ماركتنج بس، لا، هو لو مهتم بالكوره بيظهر له فيديو بتاعي، بيظهر له بعديه فيديو كوره، بعد كده بيظهر له مثلا فيديو عن الاكل، بيظهر له فيديو عن الجيم، بيظهر له فيديو عن ايا كان. فكل دول بالنسبه لي كومبيتيتورز. فازاي ان انا اقدر اكسب الكومبيتيتورز دول في المعركه بتاعه الاتنشن بتاع اليوزر على البلاتفورم، علشان تقدر ساعتها البلاتفورم تساعدني ان انا اخد وقت اكبر، واخد حجم اودينس اكبر يروح لهم الفيديوز بتاعتي، واقدم لهم الفاليو او المسج اللي انا عايز اوصلها. فاول نقطه لازم نكون احنا فاهمينها كويس جدا، ان انا دلوقتي الكومبيتيتورز بتوعي على كل البلاتفورمز، الكومبيتيتورز بتوعي هم كل الناس اللي بتقرر ان هي تعمل كونتنت، كل الناس اللي بتنزل بوست كل يوم، كل الناس اللي بتنزل فيديوز، كل دول كومبيتيتورز ليا. لازم انا اكون فاهم ان هم بيظهروا زيهم زيي، وبيظهروا لاي بزنس اونر، بيظهروا للسي اي او، بيظهروا للماركتنج مانجر،
بيظهروا للشخص اللي بيدور على كابتن جيم يعمل له فورمه، بيظهروا على الشخص اللي بيدور على لبس الصيف عشان يشتريه، بيظهروا للست اللي قاعده في البيت بتدور على وصفات طبخ. فلازم انت تكون فاهم ان انت في 2026 وفي السنين اللي جايه الكومبيتيتورز بتوعك هم كل دول. فهنا اللعبه ما بقتش بس ان انا بنافس بسعر ولا بنافس بكواليتي ولا بنافس بسرعه شحن، لا انت بتنافس باتنشن وبتنافس بكونتنت وبتنافس بفاليوز. الحاجات دي لو مش موجوده عندك فانت عملتك الصعبه اللي انت هتحاول تكتسبها صدقني هتكون مش موجوده او ممكن تكون مستحيله. فده بوينت مهمه جدا لازم احنا نكون فاهمينها لما نيجي نبص على كومبيتيتورز لينا. طيب هو انا اصلا عشان اجراب اتنشن واحقق منه ريفينيو او احقق منه فلوس، مش بس مثلا اخش اقول لك فيجوال هوك جامد يخلي الفيديو يجيب ملايين المشاهدات وفي الاخر انا اصلا يعني ما بستفدش حاجه. ايه السايكل الصحيحه اللي انا المفروض امشي فيها علشان اقدر افيد اي بزنس انا بشتغل معاه او افيد اي بيرسونال براند او افيد اي كونتنت انا بعمله؟ الفكره ان انت بتعدي بثلاث مراحل في الموضوع ده. انت اول حاجه بتعملها ان انت بتبتدي تجراب الاتنشن بتاع اليوزرز بتوعك، ودي بتبقى اول مرحله في الموضوع. طيب وانس ان انا دلوقتي خلاص بدات اجراب الاتنشن بتاع اليوزرز، المرحله اللي انا بخش بعديها ان انا بدات ابني تراست. التراست دي انا ببنيها بيني وبينه، كل ما انا بس بجراب الاتنشن بتاعه بمسج معينه او بفاليو معينه هو بيبتدي يتبني بيني وبينه تراست. التراست ده في الاخر هو اللي بيتحول لفلوس. يعني دلوقتي مثلا انا لو بقدم سيرفيس ديجيتال ماركتنج، ممكن مثلا ابتدي ان انا اجراب الاتنشن بتاع الكلاينتس او البيزنس اونرز بالكونتنت بتاعي. وانس ان انا دلوقتي بدات اشد انتباههم هيبداوا يقفوا ويعرفوني ويشوفوني، بالتالي البلاتفورمز هتساعدني ان انا اظهر لهم تاني. لان البلاتفورمز هنا هتفهم ان انا وقفت يوزر عند الكونتنت بتاعي وخليته يشوفه وعليت الريتنشن كيرف بتاعي وهكذا. فونس ان انا شافني مره واثنين وثلاثه بدا يعرفني، بدات ابني بيني وبينه تراست. التراست ده في الاخر هو اللي هيخليه يكلمني او هو اللي هيخليه لما انا اعلن ان انا بقدم عن سيرفيس معينه يختار ان انا اول واحد دونا عن كل الكومبيتيتورز بتوعي. فهي اللعبه دلوقتي الصحيحه ان انا دلوقتي بعمل كونتنت بيبقى هدفي بيه ان انا اجراب الاتنشن بتاع الكاستمر بتاعي بتاع الاودينس بتوعي بطريقه صح، ما اكونش بضحك عليهم او ببيع لهم الوهم عشان اجيب مشاهدات، لا انا بجراب الاتنشن بالتاتش بوينتس فعلا اللي عندهم، بالمشاكل اللي عندهم، بالحلول اللي انا اقدر اقدمها لهم في البيزنس بتاعتهم. وكل ما انا هعمل ده مره مع مره ومره مع مره ابتدي ابني بيني وبينهم تراست، والتراست ده في الاخر هو اللي هيحول لي السيرفيس بتاعتي او البرودكت اللي انا ببيعه لفلوس. فهي دي السايكل اللي احنا المفروض نمشي فيها واحنا بنفكر بالمايند سيت بتاعت الديجيتال ماركتنج في 2026 وفي السنين اللي جايه. وعشان ابسط لك الموضوع انا هسالك سؤال وانت نفسك هتبقى عارف اجابته. انت مين الشخص اللي انت بتثق فيه اكتر؟ هل الشخص اللي انت بتكلمه كل يوم وبتشوفه كل يوم وبتشاركوا بعض تفاصيل حياتكم، ولا الشخص اللي انت بتشوفه كل فتره ولا بتكلمه كل فتره ولا ما تعرفوش حاجه عن بعض؟ انت بتثق في مين فيهم اكتر؟ انت مين فيهم هيبقى خيارك الاول لما تبقى عايز تحكي حاجه او لما يبقى عندك مشكله؟ هي دي بالظبط نفس لعبه البيزنس، ان انا دلوقتي عايز ابقى انا الشخص الاول اللي هيجي في بالك كبزنس اونر لما تيجي تطلب ديجيتال ماركتنج سيرفيس. فهو دي المايند سيت اللي احنا بنلعب عليها اصلا. يعني في النهايه كده اللي عايز اوصله لك ان الكونسيستنت كونتنت هو اللي في الاخر هيخليك تبني تراست بينك وبين الكلاينتس بتوعك، وهو اللي هيخليك تحقق فلوس من السيرفيس او البرودكت اللي انت بتقدمهم. فانت مش محتاج غير ان انت تظهر كتير، بس ما تظهرش كتير على الفاضي، تظهر كتير بمسجز قويه بتاتش بوينتس انت بتدور عليها للكلاينتس بتوعك، وبتروح تقول لهم انا عارف ايه التاتش بوينت اللي عندك وانا عارف حلها، وحلها ده بيتعمل 1 2 3 4. اديني فاليوز على قد ما تقدر، وانا ككلاينت وانس ان انت اديتني الفاليوز خلاص انت كده كده اتحفرت في دماغي، وانا جوايا بيني وبين نفسي بنيت بيني وبين نفسي تراست ليك. فاول ما يجي طلب الخدمه دي عندي او رغبتي في ان انا اشتري الخدمه او المنتج ده، انت اصلا اول واحد اوتوماتيك مخي هيجيب لي هيبعت لي مسج ويقول لي ده ياسر اللي احنا شفنا الفيديوز بتاعته، وده ياسر اللي ادانا الفاليوز المعينه، وده ياسر اللي ادانا الاتنشن المعين. فياسر ده هو الشخص اللي احنا هنختاره علشان نشتغل معاه. فهي دي لعبه الاتنشن ايكونومي اللي كنا بنتكلم عنها في الفيديو ده. ولو الفيديو حسيته يعني في كلام اول مره تسمعه او غريب شويه، ممكن تسمعه تاني. الفيديو ده مهم جدا، والفيديو ده ممكن انت السنين اللي جايه تقعد تفتكره وتقول ان الكلام ده اتقال في 2026 والكلام ده بيحصل في السنين اللي جايه. وبجد لعبه الكونتنت والاتنشن دلوقتي بقت هي
اللي بتخلي بيزنسز اصلا تحقق ارقام ونجاحات كبيره جدا، حتى لو هم مش بيقدموا اعلى فاليو في الدنيا، ولكن هم متواجدين. فالتواجد ده لوحده اصلا حاليا بيجيب فلوس.